اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حباب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، وجعل سعادة الدنيا والآخرة ما بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين، ويطرح لكم البركة في رزقكم وأولادكم وحياتكم، اللهم امين. حبايب قلبي، صباح الفل وصباح السعادة وصباح النور على عيونكم، لانكم انتوا تستاهلوا كل حاجة حلوة. جزاكم الله كل خير عني بجد، يعني انتوا ناس جميلة جدا جدا. وبتأسف جدا على الفيديو اللي كان متكرر امبارح، انا عامة يعني اتحذف بس عشان في شوية خلل كده حصل في اليوتيوب، فده اللي خلانا ان احنا يعني عدنا الفيديو مرتين مش مرة واحدة. بس طبعا عوضتكم اهو بقى حبايب قلبي، وجبت لكم كده فيديو ان شاء الله يكون كده روتين حماسي وروتين كده عميق ان شاء الله يعجبكم وتتحفزوا كده منه بأي طاقة إيجابية ولو بسيطة. بدأت يومي بقى كده ببركة بسم الله، وأول حاجة عملتها طبعا أنا لميت الهدوم. وطبعا الهدوم دي عايزة أقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله عاملة زي الأرنبة كده زي ما بيقولوا، بتولد وبتولد وتتكاثر وتتكاثر. يعني كان زي مشكلة المواعين، الحمد لله يعني مشكلة المواعين لحد ما هي ما اتحلتش، هي المواعين كتير عايزة رحيم، المواعين بتبقى كتير على طول. بس طبعا يعني ربنا يبارك لي فيها يا رب. الغسالة بتاعت الأطباق دي ربنا يا رب يطرح البركة فيها ويرزقكم ان شاء الله من حيث لا تدروا ولا تحتسبوا كده، وتجيبوها بأمر الله كله. اللي ما جابهاش ربنا يرزقه ان شاء الله وبإذن الله وتجيبوها. خفت عليا بصراحة ربنا كتير قوي قوي. اللهم صل على النبي. اول بقى حاجة عملتها زي ما قلت لكم كده، لميت الهدوم. يا خلاصي تعالي يا نونو، تعالي يا اختي. لميت الهدوم وعايزه اقول لكم يعني شوفوا كميه الهدوم اللي لميتها وطبقتها. بص هو رحيم جايلي وبيتشنك، يعني مش عايز يمشي الخطوتين دول. طب تعالى، انا بقول لك تعالى، عايز انا اقوم اللي اخده، فاهمين؟ انا لا شيء. تعالى هنا، تعالى هنا،
تعالى هنا، تعالي يا نونو، حالي يا اختي. مين ضربك يا نون؟ بنتي منا ضربتك؟ حالي. بص بقول له البت منا ضربتك، يقول لي بيهز لي راسه كده. بص بقى اليوم ده كده انا ما كنتش مرتبه له خالص، بس اللي انا كنت عارفاه واللي انا كنت عارفه ان عايز تعمل ايه، عارفه ان الاوضه بتاعه المعيشه دي يعني بتاعه الركنه دي عايزه تتمسح، لاني الركنه بتاعتي في كده ما بينها وما بين الارض فراغ كده، فبتدخل بقى إيه ممكن بقى شويه ترابه، اي حاجه كده تسرح من ايد العيال، كيس مثلا كيس مطرح كيس كيكه، كيس شيبسي، الحاجات اللي مستعرف عليها دي. فكنت انا ناويه ان شاء الله في اليوم ده، عارفه ان انا اشيل الاوضه وكده. فالمهم قلت الاول الم الهدوم، لان الهدوم عندي كانت كتير جدا. عايز اقول لكم غير اللي انا لميته من على الحبل وطبقته ده، لا ده في سبت تاني جوه مليان كده على اخره عاوز يتطبق تاني. بس انا قلت مش هضيع كل الوقت في التطبيق يعني اللي انا لميته ده قلت اطبقه في ساعتها كده، مش هياخد معايا حاجه. وبعدين اجي بقى على التانيين ده بقى اخر النهار او بعد ما اخلص، لان طبعا كنت عايزه الحق اخلص كل اللي ورايا. في حاجات كتير طبعا الواحد بيعملها على مدار اليوم، ونهار الشتاء قصير جدا جدا، فانا كنت عايزه بصراحه ربنا انجز يعني. فاللهم صل على النبي. يعني بعد ما لميت بقى الغسيل وطبقته كده، كمان في غسيل عايزه اقول لكم في الارض اهوت، عايزه بقى الم الغسيل واشوف بقى الملايات اللي هقلعها والكلام ده كله، عشان برضه احط كمان دور في الغساله تاني. فيعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يطرح البركه كده. الغسيل بيبقى كل يوم، دي حاجه يوميه. عايزه اقول لكم الغساله بتشتغل يوميا على الغسيل بتاع الهدوم ده. انا عارف طبعا ان كل البيوت كده يعني، مش انا لوحدي. فالله المستعان، ربنا يدينا الصحه جميعا يا رب، ويجازينا خير على التعب اللي بنتعبه ده ان شاء الله. جيت بقى كده مسكت بقى الاوضه، ابتديت بقى مشيت المكنسه الاول على السجاده، عشان طبعا ما لمهاش بقى ويكون فيها فراغات. عايزه اقول لكم السجاده اللي انتوا سالتوني عليها دي، بصوا انا نفسي فرش الشقه كله يبقى من نوعيه السجاده دي، جميله قوي قوي قوي. ديت سجاده اللي هي بتاعت ايكيا، او ممكن تكون تقليد ايكيا الله اعلم، بس انا كنت جايباها من شخص يعني في الوكاله. بس انا ما روحتش اشتريتها، دي انا شارياها وانا كنت حامل في رحيم، يعني اشتريتها اونلاين وكده. انا والله مش فاكره كان مين اللي كان بيعمل عنها، كان بيعمل عن المكان دوت مثلا ريفيو كده، وسابوا ساعتها الرقم. والله ده بقالها كتير يعني، بقالها حبه حلوين قوي. فانا ناسي، بس انا هحاول يعني احاول كده اجيب لكم الرقم بتاع الراجل. انا على ما اظن ممكن يكون لسه عندي يعني، فهدور كده وادعبس، ولو لقيته هحطه لكم في اول تعليق مثبت. انا كنت ساعتها جايباها ب 600 تمام، بس هي كانت ساعتها ارخص من كده. بس هو الراجل بقى ما تعرفوش بقى يعني غلى السعر ساعتها شويه مش عارف بس هي كانت ارخص من كده. كانت في ناس جايبينها ب 450 و500 جنيه، وانا ما عرفتش ده طبعا الا بعد ما اشتريتها، وقلت يلا بقى كل واحد بياخد رزقه وخلاص. بس بصراحه ربنا هي كسجاده خامه تحفه تحفه تحفه، سواء هي او الحافظات اللي هي بديل السجاد. الحاجتين دول من نوعيه، من النوع اللي انت لما بتيجي مثلا تبقي فرشاها في كده، بيبقى سجاد او الموكيت عموما، لما بتبقي فرشاه مثلا وتشيليه مثلا كل مثلا 10 ايام او حاجه، بتلاقي مقاوم تحت منه تراب. لا الاتنين دول لا، السجاده دي لا، السجاده بتاعتك دي لا، واللي هي بديل اللي هي الحافظه بديله السجاد دي برضو بصراحه ربنا لا. يعني لو قعدت على قد ما اقعد وما اتشالتش من الارض، اجي مثلا اشيل ما الاقيش حاجه تحت منها يعني. فهي بصراحه ربنا حلوه قوي قوي قوي. فانا ساعتها كنت طالباهم منه بقى، اتصلت بيه وقلت له، فبعتلي شحن طبعا مع حد، والشحن دوت يعني غير فلوس السجاده، يعني انت اللي بتدفعيه مش هو، انت اللي بتدفعي الشحن دوت. فيعني نقدر نقول كده السجاده دي وقفت عليا يعني قولوا ب 700 جنيه او 650، كان انا يعني مش فاكره قوي، بس هو كان في الحدود ده. حافظة السجادة برضو كانت مش فاكرة، برضو كانت عاملة الواحدة 600 جنيه، كنت جايباهم ايام اول ما طلعوا، وكانوا غاليين بصراحة قوي. مش عارفة دلوقتي الاسعار ايه كده، الاسعار بقت الدبل دلوقتي، لان الكلام ده انا بتكلم في سنة ونص ممكن يعني. فالله المستعان، يعني ربنا يرزقكم جميعا وكلنا نجيب كل اللي نفسنا فيه اللهم امين. وعايزه اقول لكم مفيش حاجه بتيجي مره واحده، والله انا كل حاجه جبتها في البيت هنا يعني، عايزه اقول لكم اللي هو بعد صبر طويل طويل جدا جدا. كنت مره ازنق نفسي كده في جمعيه من المصروف، مثلا من القبض بتاع الشغل بتاعي بتاع اليوتيوب. مثلا لو جيت قبضت مثلا مره، كنت اعين مثلا قبضين 3 على بعض كده، وكنت اجيب مثلا جهاز من الاجهزه اللي انتوا بتشوفوها عندي والحاجات دي.
فمفيش حاجه بتيجي مره واحده. لو نويتي على الحاجه انت حطي النيه بس جواكي ان انت تجيبيها وحوشي لها، وان شاء الله ربنا يرزقك وتجيبيها بامر الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شلت بقى كده وبحاول كده بقى بصوا انفض كده يعني بالاولويه كده الاول، وعلشان خاطر ان انا امسح بقى. عايزه اقول لكم بصي الارضيه نظيفه خالص خالص يعني، وانا بقى لي فتره والله ما شلتش يعني. بس بقى ده اللي انا بتكلم فيه، شايفين شويه بقى الاكياس وشويه الحاجات دي اللي بتبقى تحت الركنه، من الفراغ اللي هو بيبقى تحت الركنه دوت. مع مرور الايام بيلم حاجات وحاجات وحاجات وكده. وهي المكنسه مش بعرف ادخلها صراحه، لان طبعا المسافه ما بين الركنه والارض بتبقى قصيره قوي يعني صغنونه قوي، فمش هعرف. هنا بقى بصوا عايزه اقول لكم الحيطه ديت بتاعه الارض اللي بتبقى جنب الركنه دي اكتر حته بيتقعد فيها. فعايزه اقول لكم كانت الحيطه ملحوسه بطريقه غير طبيعيه. مسكتها بقى كده، مسكت الارض كده مسحته مسحه نظيفه، ونزلت الحاجات اللي عليه. ونفسي يا جماعه والله انا نفسي احط كده على الارض ده ديكورات وحاجات حلوه، ويبقى سيمبل كده وهادي. ما تعرفوش ابقى لسه مروقه ولا يعني علب العلاج، ازايز العلاج، شرايط برشام، قصافه، مقص، مش عارف، كل اللي في ايده حاجه اركن 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 على الارض. فبجد يعني تعب لي اعصابي تعب ما يعلم بالله الله. مهما اعمل ومهما اسوي برضه هما يعني بسم الله ما شاء الله مسيطرين، سواء محمد او العيال. بقول لهم انا نفسي اعمل لكم ورقه في كل حته، يعني احط ورقه كده على الارض اقول لهم ممنوع مثلا ان انتوا تحطوا كذا او كذا وكذا، واحط لهم كده ملاحظات في كل حته. بس طبعا ده الكلام ده في الاحلام يعني. اللهم صل على الحبيب المصطفى. مسكت بقى الحته دي مسحتها كويس قوي قوي، ورحت بقى خلاص بقى. ومسحت كمان، عايزه اقول لكم مسحت كمان ورا الركنه، بس المقطع مش عارفه ما تصورش ليه والله. بس ما علينا يعني. وبعد ما بمسح ورا الركنه وكده بروح مرجعه الركنه تاني، وبقى بكنس بقى بقيه الارضيه، وبمشي بقى يعني بمسح بقى في الحته دي. الناس لقيت لي الجردل اللي هو بتاع الموب اللي هو اللي انا كنت جايباه ده واتنصب عليا فيه، ما بمسحش بيه. ليه؟ بصراحه انا مش برتاح لمسحه يعني. هو حلو انك تلمي بيه ميه، بس انا مش شايفه ان هو يعني كمسيح حلو يعني. مش عارفه، انا مش مرتاحه فيه يعني، فاهمني؟ اللي كان نفسي اجيبه واتنصب عليا فيه دوت، ان شاء الله ربنا ييسر الحال واجيبه، بس دلوقتي بقى غالي قوي، عامل حوالي 300 400 جنيه. فالله المستعان. برضو الواحد كده يحوش له كده يعني كذا مره على حسب المقدره اللي احنا فيها، وان شاء الله وباذن الله ابقى اجيبه. الناس هتقول لي ده يا جار انت كل حاجه تقولي هنحوش ونجيب نحوش ونجيب. اه والله العظيم انا زيكم والله، ما بكون ناويه عايزه اجيب حاجه بضطر ان انا يعني قبلها كده بشهرين ولا حاجه، وابتدي ان انا احوش لها، سواء بقى من مصروفي، سواء بقى من قبض شغلي، من اي حاجه. طبعا قبض شغلي ماشي، انا ممكن اجيب الجردل ده منه مره واحده، بس ما اقدرش ان انا اعمل كده علشان خاطر بيبقى فيه التزامات تانية. فبقول لا، الالتزامات اللي ليها الاولويه هي اللي تمشي. ومثلا من القبض دوت اقدر كده اوفر 100 200 جنيه على جنب مثلا منهم كل شهر، دول مثلا للحاجه الرفاهيه اللي انا عاوزاها ليا. رفاهيه بقى، انا بالنسبه لي الرفاهيه الحاجات اللي هي بتنفعني في البيت، زي المساحه مثلا، وزي الحاجات اللي هي التانية دي. اصلا انا نفسي انزل نازله كده في اي محل بتاع ادوات بلاستيك، محتاجه حاجات كتير والله، محتاجه مثلا مساحات وحاجات، بص حاجات كتير يعني. سيبوها على الله. انا عارفه لما اما اروح محل زي كده بس يا رب الاقي فيه كل الحاجه اللي انا عاوزاها. اللهم صل على الحبيب المصطفى. جيت هنا بقى خلاص خلصت الحمد لله، والاوضه خلصت والدنيا زي الفل وجميله، ورصيت كده كل حاجه قدامكم. وخلاص على كده كان يعني بصراحة هم على قلبي ونزاح خالص. طبعا عايزه اقول لكم انا اليومين دول او الايام دي الفتره دي بالذات ما بقتش امسك الشقه وانكتها مره واحده كده، لا، انا بقيت كل يوم اعمل حاجه. يعني كل مثلا يعني مش كل يوم كمان ورا بعض، ممكن كل يوم كل يومين اروح مثلا ناويه ان انا امسك الاوضه دي اعملها، مثلا افوت يوم وبعد اليوم التاني اروح داخله على الاوضه التانية وهكذا، بحيث ان انا طول الاسبوع يمر عليا انا مسكت شقتي كلها نظفتها تنظيف عميق، ولا جيت على نفسي ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم فعلا اليوم بيطير هوا. فكونك ان انت بقى تقعدي طول اليوم تفضلي بقى في السحله دي انك تروقي وتمسحي ومش عارف لا هتعرفي تعملي اكل للعيال ولا هيعرفوا ياكلوا اصلا. وكون الواحد ان هو معاه اطفال فلازم تبقي بصي. اول حاجه انا اول حاجه بصراحه ربنا بصحى من النوم كده بفكر فيها العيال، بشوف اعمل لهم اكل بحب طبعا استغل الموقف يعني واعمل اكل يقضي اليوم كله.
بس طبعا مش بتوفق على طول لان عيالي زهقوا بقى من الرز والطبيخ، عايزين بقى ايه الحاجات اللي هي زي الشاورما بقى والستريبس والحاجات دي كلها. فوالله على قد ما بقدر بحاول مرة كده ومرة كده، يعني مرة امشيلهم والبيلهم رغباتهم، ومرة انا لازم اعمل اللي مصلحتي فيه ومصلحة العيال فيه، فبمشيها مرة كده ومرة كده. لان بصراحة انا بحب زي ما قلت لكم اعمل الاكل يكون فيه مثلا رز وطبيخ في البيت مثلا بشكل يومي، عشان خاطر ايه بقى عشان خاطر رحيم يعني. بحب اعزمله كده على طول بحاجات من دي، تعمله بطاطايه كده مهروسه وياكلها. ساعات اسلق له بيض بس باخد له صفار البيض بس. ساعات بسلق له بيض وبسلق جزر وهرس الجزر واديله مع البيض، يعني على حسب كده. احاول مثلا اشوف اي الخضروات ايه اللي ممكن تتسلق ليه، واروح ارسله عليها صفار من البيض واديله. بس يعني اول بصوا عايزه اقول لكم اول كذا مره كده ما كانش بيحب الطعم او ما كانش بيحب ياكل اول الحاجات دي. بس عارفه عايزه اقول لكم يعني لما بقيت باستمراريه عماله كل مره اعمل وابتدي اعزم عليه، ابتدى ان هو يعني يستطعم الحاجه ويتعود عليها، وان هو مثلا ياكل منها، فاهمني؟ فسبحان الله الواحد مع التعود، يعني تعودي او استمراريه العيل بقى يتعود على الحاجه. انا بصراحه عايزه على طول اخليه يعتمد على الاكل، الحاجات اللي هي الخضروات والحاجات اللي هي البروتين والكلام ده، علشان بس ان شاء الله ربنا ييسر الحاجه كده ورجله تتظبط، لان انا حاسه ان هو ضعيف جدا. طبعا الحمد لله هو مش حالته سيئه ولا حاجه، الحمد لله ولله الحمد، هو كويس وكل حاجه. بس يعني انا مش عارفه حته ان انا شايله الذنب يعني عنه، ان انا عشان خاطر رضع صناعي وكده. فالموضوع دوت على طول، مع ان هو مش اول ولا اخر عيل في الكون ان هو يرضع صناعي. عايزه اقول لكم انا نفسي انا مش راضعه طبيعي من والدتي يعني. فالحمد لله ديني عايشه اهوت وزي الفل ودنيتي ماشيه وكل حاجه الحمد لله زي الفل. بصوا بقى يا بنات، انا عايزه اقول لكم حاجه من يمه الصحه دي، ربنا يا رب يديم علينا نعمه الصحه بجد، يعني اغلى من اي حاجه في الكون. انا عايزه اقول لكم فعلا انا لما تعبت بعد العمليه كنت قد ايه يعني من جوايا كده زعلانه على نفسي. وكنت يعني في تلك اللحظه برضو كنت بقول والله الحمد لله وكل حاجه، بس انا مش ملاك يعني نازل من السما، لازم يكون ليا اخطاء وحاجات زي كده. فكنت من ضمن الحاجات اللي انا اخطأ فيها دي ان انا كنت ببقى زعلانه على نفسي، بزعل اقول بقى انا مش عارفه اطلع رجلي واحطها على درجه سلم. بس عايزه اقول لكم الحمد لله الحمد لله انا دلوقتي في نعمه كبيره كبيره جدا جدا، اني بقدر اطلع وانزل واعمل كل حاجه لولادي واعمل شغل بيتي، الحمد لله يا رب. ربنا يا رب ما يحرمش اي حد من صحته ابدا ابدا، ويطرح لكم البركه كده في رزقكم واولادكم وصحتكم وحياتكم، اللهم امين. هنا بقى يا حبايب قلبي، بعد ما خلصت كده بقيت اليوم بقى خلصت كل حاجه. طبعا انتوا عارفين ان انا يعني من النوع اللي بحب اخزن ورق الكرنب، في ناس تتفق معايا في الحته دي وفي ناس ما بتتفقش معايا فيها، بس انا بحب كده ان انا اخزن ورق الكرنب، بحيث ان انا لما بعوز اعمل اكله كده اهو بروح مطلعه كده على طول واعملها. انا بصوا خلاص انا بقيت عشوقة التفريزات، هتلاقوني على طول بكلمكم عليها ماشي، لان هي حاجه بسطاني قوي قوي، وانا لما في حاجه بتبسطني قوي بحسها مريحاني بحب ان انا ايه اقعد كده اقعد ارغي فيها عمال على بطال. فبجد انا انصح اي حد في ايدك يعني في ايدكم ان انتوا في ايدكم ان انتوا تفرزوا الحاجات ديت، والله العظيم جميله جدا. انا بقى خلاص سويت لهم الحله بقى كده وفضيتها لهم. طبعا بقى يعني عايزه اقول لكم في الجو الساقع اللي احنا فيه دوت مفيش احسن من حله محشي كرنب بقى تنزل على صينيه سخنه كده وتنزلوا عليها حتتك بتتك. وكده كان يومنا حبايبي خلص، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.